بيبدأ الفيلم في مكان ما في غابة بحر الأشجار في اليابان. بنشوف الزعيم يوشينوري اللي تعرض لمحاولة قتل، وكنجيرو رئيس المجموعة اللي بتأمنه. وبنعرف إنه مش أول مرة يتعرض للقتل، لكن المرة دي مختلفة لأنهم شاكين إن جماعة الظلال هم اللي حاولوا يقتلوه. وبنعرف إن الظلال دي جماعة سرية بتقتل أي حد مقابل السعر المناسب، ومحدش يعرف هم مين ولا مين رئيسهم ولا اللي مشغلهم، لكنهم جماعة خطيرة وما عندهمش رحمة، وبيستنوا الوقت المناسب ويقطعوا رقبة الهدف بتاعهم من غير ما يلحق حتى يلتفت ليهم. يوشينوري بيكون منتظر واحدة، وفي أثناء ما هو معاها بيجي شخص مقنع وبيقطع رقبة الزعيم بالسيف، وبيقول للبنت ما تنطقش، والبنت بتصوت. ولما بيجي كنجيرو واللي معاه وبيقول لها مين اللي عمل كده، بتشاور على 4 تماثيل موجودين، وبيفضلوا يضربوا عليهم رصاص كتير جدا، لكن بيتضح إنهم مجرد تماثيل. وفجأة بيظهر الشخص المقنع مرة تانية وبيقتل منهم كتير، ومحدش بيكون قادر إنه يواجهه، وكل ما حد يحاول يقرب له يذبحه. وبيدخل كنجيرو معاه في مبارزة ومعركة قوية جدا، والمقنع بيكون هيقتل كنجيرو بالرصاص، لكنه بيقتل البنت بداله، لحد ما بيقدر كنجيرو انه يخلص عليه بالرصاص. ولما بيشيل القناع بيلاقيها بنت مش راجل. وفجأة النور بيقطع، وكنجيرو بيقول للرجالة يأمنوا المنطقة لأن أكيد المقنع ده مش لوحده، وبيقول لهم يشغلوا النور، وواحد منهم بيحاول ينور شمعة، وفعلا فجأة بيظهر شخص تاني مقنع وبيفضل يقتل في الباقيين، والقناع بتاعه بيكون فيه كاميرا، لحد ما بيرمي قنبلة وبيحصل انفجار كبير بيخلص على معظم الموجودين. ولما المقنع بيشيل القناع بتاعه بيتضح إنها بنت برضه، وبتبدأ تواجه اللي متبقي من الرجالة، وبتدخل في معركة مع كنجيرو وبتحدفه من الشباك، وبيفضل يزحف على الأرض عشان يهرب، لكن البنت بتلحقه وبيقول لها انتوا خلاص قتلتوا يوشينيرو، فعايزين مننا ايه؟ فبتقول له انهم عندهم اوامر انهم يقضوا على عشيرة اونوري بالكامل، ويوشينوري كان مجرد زعيم العشيرة، وبموته يبقى الدور عليك. وفعلا اول ما بيقوم عشان يواجهها بتذبحه زي باقي العشيرة. وبتدخل البنت اللي بنعرف ان اسمها أومبرا لزميلتها اللي اتضربت في الاول، وبيكون معاها انبول وبتحقنه فيها، والبنت بتفوق، وبنعرف ان اسمها في المنظمه العميله 13، وان أومبرا تبقى المدربه بتاعتها. وبيمشوا هما الاتنين، وأومبرا بتقلب في صور العشيره، وبتلاقي صور لكنجيرو مع بنت صغيره، وبتكون متأثره جدا. بعد كده بتقول أومبرا ل13 إن هي فشلت وإنها كانت مشتتة وكشفت هويتها، رغم إن المهمة دي ما كانتش صعبة، والمهام في كل مرة بعد كده هتكون أصعب. وهم بيتكلموا 13 بتتعصب وبتقول لها إنها ليها اسم وإنها مش مجرد رقم، وإنها عايزة تعرف اسمها إيه. وبتتعصب وبتسمع صفارة وبتديها أومبرا علاج، وبتقول لها تهدى ومش بتقول لها أي حاجة تانية. ولما بيرجعوا المقر المنظمة بتقول أومبرا إن 13 لازم ترجع المؤسسة عشان يتعمل لها تأهيل نفسي، لكن زميلها بيقول لها إن ده لازم يتأجل دلوقتي لأنهم عندهم مهمة مفاجأة في جاكرتا في إندونيسيا. وبتقول أومبرا ل13 إن نجاح المهمة هو هدفنا في الحياة، لكن 13 بتقول لها أي حياة اللي بتتكلمي عنها، وبتمشي وتسيبها، وبتروح للمسعف عشان يشوف الجروح اللي عندها. وبتقوم 13 في يوم على نفس الألم وصوت الصفارة، وبتاخد العلاج اللي ادته أومبرا، وبتروح لمكان سري وبتتصل بالمؤسسة، وبتقول لهم إنها مستنية تعليمات من أومبرا، لكنهم بيقفلوا المكالمة وبيقولوا لها تنتظر وتلتزم بالتعليمات. وبتمشي 13 وهي راجعة البيت بتشوف طفل اسمه مونجي، ومامته بتكون تعبانة وبترجع وهو بيسندها وبيطلعها البيت، وبتفضل 13 تراقبهم من ورا الشباك. وفجأة وهي نايمة بتسمع صوت عند جيرانها، وبتلاقي ناس بيضربوا مونجي ومامته، لكنها مش بتتدخل وبتنام. وفجأة بتسمع أصوات وبتشوف حد ميت وطفلة بتنادي على أمها، وبتقوم مفزوعة على صوت الصفارة وبتاخد الدواء. وتاني يوم بتعرف إن مامة مونجي ماتت، وإن مونجي كده بقى لوحده، وبتروح تاني تتصل بالمؤسسة اللي بيقولوا لها برضه تنتظر التعليمات، وبينهوا المكالمة. بتقابل 13 بعد كده مونجي وبتقوله انها شافت اللي حصل والناس اللي جم، لكن هو بيقول لها انه اتعود على كده، وان اصلا مامته كانت مدمنه وماتت بجرعه زياده، وانها كانت ام سيئه، لكنه بيعيط. وبيرجع يقول لها انهم قالوا انها ماتت بجرعه زياده، لكن هم اللي قتلوها، ولما حاول يحميها واحد اسمه هاجا ضربه. وبتاخده 13 وبتروح تزور معاه قبر مامته عشان يتكلم معاها، وبيكون مونجي حاسس بالذنب انه ما قدرش يحميها، وبيقول لها انه بيحبها ومحتاجها رغم كل اللي عملته. وبيروحوا وبتنام 13، وفجأة بتسمع نفس الأصوات وبتشوف نفس الحلم، حد ميت وطفلة بتنادي على أمها، وبتقوم مفزوعة على صوت الصفارة، لكن المرة دي مش بتاخد الدواء. وبتلاقي مونجي سايب لها رسالة بيقول لها شكرا يا أختي، لكن لما بتبص من الشباك بتلاقي إن بيت مونجي مفتوح، ولما بتروح له بتفضل تنادي عليه وبتدخل الحمام لكن مش بتلاقيه. وفجأة بتسمع صوت حد بره بيتكلم في التليفون مع واحد اسمه هاجا، وده اللي قتل مامة مونجي، وبيقول للشخص اللي في الشقة ده يدور على أي دليل عشان محدش يقدر يوصله، وإلا مش هيتحمل العواقب لوحده. وبيقفل المكالمة و13 بتستخبى ورا باب الحمام، والشخص ده بيدخل الحمام وبيلاقي كيس فيه مخدرات، وبتقوم 13 طالعة تسأله عن مونجي، فبيطلع سكينة وبيبدأ يهاجمها، لكن هي بتفضل تضرب
بتضرب فيه وبتقوله انها عايزه تروح لهاجا، وبتكون هتقتله وبتشده من شعره وبتقوله يوديها. وبيركبوا عربيه وبيقول لها انت مش مستوعبه انت عايزه تتعاملي مع مين، وبيشاور لها على صوره شخصين واحد منهم مرشح لمنصب الحاكم، وبينصحها انها ما تدخلش معاهم في حاجه لان وقتها اكيد هيخلصوا عليها. وبيقول لها ان هاجا هو رئيسه وبراسيتيو شرطي فاسد وله نفوذ، والاخطر منهم هما الاثنين اريال المتوحش، وانهم كانوا اصحاب من وهم صغيرين ودلوقتي كلهم متورطين في امور خطيره. وبيكمل ان اي حد بيختفي للابد اكيد بيبقى ليهم دخل باختفائه. وبتقول له وفين البوليس من كل ده؟ فبيقول لها في جاكرتا البوليس ملوش لازمه. وبيوديها لهاجا في البار اللي هو بيديره هو واحده اسمها سوريا، وبتدخلها في اوضه تستنى فيها، وبتلاقي فيها تسجيلات لكاميرات المراقبه، وبتبدا انها تبحث فيها بسرعه، وبتلاقي فعلا تسجيلات فيها فيديوهات لخطف مونجي ودخوله للبار ده. وبيكون هاجا وبراسيتيو واريل كلهم حوالين مونجي. بعدها بياخدوا 13 وبيدخلوها لهاجا، واول ما بتدخل بتضرب سوريا، وسوريا بتقع وبيغمى عليها، وبتسال هاجا عن مونجي اللي بيقول لها انه مش فاهم بتتكلم عن ايه، وبيبدا يهجم عليها وبيكون عايز يحقنها بمخدرات، لكن هي بتقدر انها تضربه، وكمان بتلاقي سكينه مونجي في المكان. وبيدخلوا في معركه لحد ما بتقدر 13 انها تحقن هاجا بالمخدرات، وبتفوق سوريا في الوقت ده وبتكون هتضرب نار عليها، لكن 13 بتحط هاجا في وش السلاح وسوريا بتضربه، وبتحاول بعدها انها تضرب 13، لكن 13 بتضربها بالسكينه. وبتقول لجيكي يجيب بنت كان هاجا مخدرها ويجي وراها، والكل في المكان بينتبهوا ان في حاجه غلط وبيبداوا انهم يهربوا. وبتقدر 13 انها تخلص على كل اللي بيقابلها في الطريق، وكل ده بيكون متصور في الكاميرات. وهي ماشيه بيجي واحد من وراها عشان يقتلها، وبتدخل معاه في معركه قويه جدا. وبتتفاجئ لما بتلاقي ان سوريا لسه عايشه ومعاها سلاح، وبتصوب السلاح ده ناحيه 13 وبترجع تدخل معاها في معركه، وبيجي واحد تاني يهجم عليها فبتضربه وبتخلص عليه، وبتكمل سوريا ضرب نار، لكن 13 بتستخبى ورا البار. وفي الوقت ده الشرطة بتيجي، وبيجي جيكي يقول لها تيجي بسرعة عشان يلحقوا يهربوا قبل ما الشرطة تهجم على المكان. ولما بيخرجوا بيسيبوا البنت اللي كانت معاهم عشان ما تعطلهمش، وبيركبوا العربية وبيمشوا بسرعة جدا. بس بعد شوية بينزل جيكي 13 وبيقول لها انه ملوش دعوة بيها تاني، ولما بتطلب منه يساعدها تلاقي مونجي وانها شافت الشرطي صاحب حاجة خده فعلا، بيقول لها ان دي مش مشكلته وبيسيبها ويمشي. وفي الاسم بيكون براسيتيو ماسك واحد بيعذبه عشان يعترف انه مسؤول عن نقل شحنة مخدرات والا هيخطفوا بنته. وفي الوقت ده بيتصل اريال بيه وبيقول له ان هاجا اتقتل، وبيروح براسيتيو جري لمكان الجريمة وبيقول ان اللي عمل ده حد عنده خبرة. لكن لما بيشوف 13 في تسجيل الكاميرات وبيقول انها مجرد مراهقة، بعدها بيرجع يقول انه حاسس ان شكلها مألوف، وده لانه فعلا شافها يوم موت ام مونجي، بس هو لسه مش متذكر. بعد كده بيكلم اريال وبيقول له يلغي صفقته مع كابل، وده لانه مقتنع ان كل اللي بيحصل ده بسبب الصفقة دي، وبيقول له انه هيبدأ يدور على جيكي. وبيروح اريال يتكلم مع ابوه وبيقول له ان براس هيتولى الموضوع، وان حملته الانتخابية مش هتتأثر بحاجة. وبيتضح ان ام مونجي كانت حامل من اريال، وانه قتلها عشان ما تتكلمش، وهو ده سبب كل اللي بيحصل دلوقتي. بعدها اريال بيروح لمونجي وبيقول له ان في واحدة بتدور عليه، فمونجي بيبص له باحتقار وبيتف عليه، فبيمسكوا اريال من شعره وبيضربه جامد. بنشوف بعد كده في غابة كمبوديا أمبرا بتعمل عملية جديدة، وبيكون في شخص هيهجم عليها، لكن بيظهر شخص تاني ما كانتش تعرف انه معاها في المهمة واسمه ترويكا، وبيقتل الشخص ده. وبيتضح بعدها ان اللي هم خلصوا عليهم دول من جماعة الظلال وهربانين، وان في حد بيقودهم، وبالتالي مش هم دول الهدف الرئيسي. وبيبدأوا يبحثوا عن هدفهم، وبيظهر واحد من وسط الغابة كان هيقتل أمبرا، لكن ترويكا بيقول لها تروح تشوف الهدف وهو هيخلص عليه. وفعلا بتكمل أمبرا الطريق وبتوصل لمكان زي كوخ في الغابة، وبتلاقي واحدة مستخبية هناك، وبيدخلوا في معركة عنيفة وطويلة مع بعض. وبيتضح ان الهدف واحدة اسمها فولفر، وأمبر تعرفها من 12 سنة لأنها كانت المدربة بتاعتها. أمبرا بتسيب فولفر اللي بتقول لها ان الظلال بيستغلوهم لدرجة انه بيلغوا ادميتهم، وبتقول لها تنضم لهم وتهرب معاهم، لكن أمبرا بتكون خلاص هتخلص عليها، ففولفر بتقول لها انها حامل وبتترجاها ما تموتهاش، وبتعرف ان اللي كان ترويكا بيخلص عليه بره يبقى جوزها. لكن الغريب في الموضوع ان أمبرا بتستغرب جدا انها حامل، وفعلا بتكون أمبرا هتسيبها تهرب وهتعمل نفسها ما شافتهاش، لكن اول ما فولفر بتفتح الباب بيكون ترويكا في وشها وبيخلص عليها، وأمبرا مش بتتدخل. وبنشوف بعد كده 13 راحت تاني عشان تتصل بالجماعة، بس المرة دي بتفعل بروتوكول الطوارئ، وفي الوقت ده التليفون اللي بتتكلم منه بينزل وبيتفتح لها مكان فيه مسدس، وبيكون معاها بطاقة جيكي. وفي نفس الوقت ده بيكون جيكي قاعد مع جدته المريضة، وبراس بيجي وبيكون لابس قناع هو واللي معاه،
وكمان بيخفي الشارة بتاعة الشرطة، وبيهجم على جيكي وبيهدده إنه لو ما قالش اللي قتلت هاجا فين هيقتل جدته. والرجالة اللي مع براس بينتبهوا إن في حركة حد بره، وفي الوقت ده وقبل ما يديهم أي أوامر بيكون في حد بيضرب نار عليهم، واللي بتطلع إنها العميلة 13. وبتهجم العميلة 13 على الرجالة وبتدخل معاهم في معركة وبتخلص عليهم واحد ورا التاني، وكل الرجالة محدش فيهم بيبقى قادر عليها، وبيتقتلوا بالسكاكين وبالرصاص. وواحد منهم بتكون في حلة فيها مية مغلية على النار، وبيكون خلاص هيقدر انه يحرق وش 13، لكن هي بتقدر عليه وبتفتح عين نار تانية في البوتاجاز وبتحط وشه فيها وبتحرقه. في الوقت ده براس بيحس ان في مشكلة، وواحد من الرجالة بيخرج وبيروح لها وبيطلع سيف، وبيكون الراجل اللي حرقت له وشه مرمي في الارض بيمسك رجليها عشان زميله يخلص عليها، لكن هي بتمسك المية المغلية وبترميها في وشه، فبيسيبها طبعا وبتبدأ تهجم على التاني، وبيكون ضرب عنيف متبادل وبيكون خلاص هيتغلب عليها، لكن هي بتقدر انها تصفيه بالرصاص وتخلص عليه. وبراس بيهدد جيكي انه لو اتحرك من مكانه هيقتل جدته، وبيبدأ يقرب من الباب لكن ما بيلحقش يعمل حاجة، و13 بتفاجئه وبتدخل وبتضربه لحد ما بتوقعه على الارض، وبتسأله عن مونجي وبتكون هتقتله، لكن جيكي بيقوم يشدها عشان خايف على جدته. وللأسف بيقدر براس انه يهرب في الوقت ده، وبتخرج 13 وراه، لكن الرصاص اللي في المسدس بيكون خلص، فمش بتعرف انها توقفه، وبيدخل بعدها المكان فيه اريال ورجالة تبعه، وهي بتدخل وراه وبيقدر اريال انه يوقفها وبينزل يضربها، وبيكون براس عايز يقتلها، لكن اريال بيقول له انه هيكلم ابوه الاول، وبيمسكها براس وبيقول لها انتي قتلتي شخص عزيز علينا فمش هنرحمك. في الوقت ده بتهجم 13 على براس وبتقطع له ودنه، وبتضرب راسه في الارض وبتطلع له عينيه، وبتفضل تضرب فيها لحد ما بتخلص عليه. وفي الوقت ده بيجي اريال وبيتصدم لما بيلاقيها قتلت براس، وبيضربها ضربه بيغمى عليها. بعد كده بنشوف اومبرا وترويكا راجعين من المهمه، وهاندلر رئيس اومبرا بيقول لها انها اترددت وان ده لازم يتسجل في السجل بتاعها، فبتقول له انها ما كانتش تعرف ان مهمتها انها تقتل عملاء من الظلال، فبيقول لها انهم فاشلين وكان لازم يخلصوا عليهم. وبيطلع لها صور وبيقول لها بمناسبة الحديث عن الفاشلين، الصور دي فيها 13 وهي بتهاجم هانجا وبراس واريال، وبيقول لها انها فعلت كشك الطوارئ وبشكل غير مصرح بيه، وبيقول لها انهم هيرجعوا جاكرتا لان الجثث بقت في كل مكان بسببها، وانهم لازم يلحقوا الموضوع ده لان كل اللي بيحصل ده هيكشفهم، وكل الاشخاص دي ما يهموش الجماعة في حاجة، يعني دي ما كانتش مهمة فهي ليه بتعمل كل ده. وفي مكان تاني بيكون اريال مقيد 13 وبيضربها وبيعذبها، وبيقول لها ان ابوه مرشح انه يكون حاكم جاكرتا، وبالتالي هو كمان هيحكم وهتكون جاكرتا كلها في ايده، فبتفضل 13 تستفزه وبتقول له انت طفل بيستخبى ورا ابوه ومن غيره مالكش لازمه. وبيكون اريال هيقتلها، بس سوريا صاحبه هاجا بتقول له انها عايزه هي اللي تخلص عليها. وفي الوقت اللي كان اريال خلاص هيضرب 13 بالمضرب، بيدخل ابوه بيقول له ان هي صح، وبما انها عرفت تقتل كل الرجاله دي وطول ما مونجي معانا هتنفذ اوامرنا، وبكده هنقدر نكمل صفقه كابل وهي تخلص على الرجاله، لان الصفقه دي هي اللي هتخليه يقدر يكمل حملته الانتخابيه. وبيقول له بعد الصفقه دي ابقى اقتلها. اريال بيكون معترض لانها قتلت اهم 2 من اصحابه، لكن بيضطر انه يسمع كلام ابوه، وفعلا بيفكوها عشان تعمل لهم اللي هم عايزينه، وبيجيبوا لها مونجي اللي بيكون مضروب ومتبهدل ووشه وارم وكل جسمه جروح ودم، وبتفضل 13 قاعده جنبه. بعد كده بيروحوا كلهم عشان يتموا صفقه كابل، ومونجي بيكون مع ابو اريال في العربيه، واريال بيكون معاه سوريا و13 في عربيه تانية، وبيقول لها اول ما الصفقه دي تنتهي ويرجعوا العربيه تقتل كابل، لكن 13 بتقول له انه لو اتقتل كلنا هنموت، فبيكلم ابوه بيقول له لو حصل لي حاجه تقتل مونجي، يعني بيهددها عشان تنفذ كلامه. وبينزل اريال وسوريا و13 وبيدوا البضاعه ل 13 عشان تسلمها للراجل بتاع كابل، وطبعا تاخد الفلوس، وفعلا بيتموا الصفقه. وفي نفس الوقت مونجي بيكون تعبان جدا، وجيكي بيقول انه لازم يروح المستشفى. وبعد ما بيخلصوا الصفقه بيدي اريال ل 13 سلاح عشان تخلص على كابل، لكن في نفس الوقت ده للاسف مونجي بيكون مات، وجيكي بيفضل يزعق، فبيمسكوا ابو اريال بيخنقه، بس بيمسك حاجه جنبه وبيضربه وبيكسر ازاز العربيه. وفي نفس الوقت 13 بتقول لكابل انها مش عايزه تعمل كده. بعدها بتوجه 13 السلاح لكابل، بس جيكي بيقول لها ان مونجي مات، فبتعيط وتصرخ، فبيؤمر كابل رجالته انهم يقتلوا اريال واللي معاه. وفعلا بيكون في اطلاق نار مكثف جدا وقتله من الناحيتين، وبيقتلوا ابو اريال، بيصفوه حرفيا. وبيتعصب اريال وبيطلع سلاح من العربيه وبيقتل اي حد يقابله في طريقه، وبيحصل انفجارات وحرائق في العربيات من شده اطلاق النار. وبتوصل 13 لجيكي اللي بيخرج مونجي من العربيه وبينزلوا، واطلاق النار بيفضل مستمر لحد ما بيوصل اريال لكابل وبيصفيه هو كمان، وبيدور
بتدور على 13 وفي نفس الوقت جاكي مش بيلاقيها، لكن سوريا بتوصل لجاكي وبتكون هتخلص عليه، لكن بتيجي 13 وبتخبطها بالعربية، وبيبتدي كل الرجالة الموجودين يضربوا عليها رصاص، وهي بتفضل تلف حواليهم بالعربية وبتعمل زوبعة من التراب، فده بيخليهم مش شايفين ومش عارفين يتنفسوا، وواحد منهم بيقرب منها فبتاخد السلاح بتاعه وبتضرب كل الموجودين بيه لحد ما بيوصل اريال بعربية قصادها وبيضرب عليها، لكن هي بتقدر تتفادى الضربة وبتطلع بالعربية وبتجري ناحيته وهو مش بيبطل ضرب نار، وبتوصل له فعلا وبتخبط العربية وبينزلوا هما الاتنين وبيدخلوا في معركة عنيفة جدا، وبتحدف 13 اريال على العربية مولعة والنار بتمسك فيه، بس بيرجع يقوم وبيروح ناحيتها وبيفضل يحاول انه يضربها، لكن هي بتكسر له دماغه وبتخلص عليه بطريقة بشعة جدا، وبيكون بس متبقي سوريا اللي بتكون عايزة تقتل 13، لكن بيجي جاكي بالعربية وبيدوس عليها وبياخد جاكي 13 ومونجي، وهم ماشيين بتيجي عربية تانية بتخبطهم والعربية بتتقلب، ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في مكان ومعاهم أمبرا وهاندلر وبيضربوها لأنها كانت المفروض تستخبى، لكن دلوقتي الشرطة قربت عليهم بسببها، وبيقول هاندلر لأمبرا تتصرف معاها، فبتيجي أمبرا وبتوجه السلاح ناحيتها، لكن جاكي بيحاول يمنعها إنها تقتلها وبيقول ل 13 تهرب بسرعة، وفي الوقت ده بيضرب هاندلر جاكي وبيقتله وبيبدأ يضرب رصاص على 13، لكنها بتقدر تهرب منهم، خاصة ان الرصاص خلص من سلاح هاندلر، وبيقول لترويكا يروح وراها، وفعلا بيوصل ترويكا ل 13 اللي بتكون بتحاول تفك نفسها وبيقرب منها وبيمسكها من رقبتها، في الوقت ده بتكون 13 خلصت نفسها وبتضربه وبيفضل يضرب فيها بعنف وهي بتقاوم لحد ما بتقدر انها تضربه، بس هو بيحدفها على الارض وهي بتقدر انها تقوم، وبيفضل يضرب فيها لحد ما بتلاقي مفك وبتغرسه في ايده ورجله وكل جسمه لحد ما بيتصفى، وفي نفس اللحظة اول ما بتخلص على ترويكا بتكون أمبرا جت وبتضرب عليها نار لحد ما بتحبسها في أوضة وبتقفل عليها وبتحدف فيها قنبلة، ولما القنبلة بتنفجر بتدخل عليها، لكن 13 بتكون مستخبية وبتقدر تهرب من أمبرا اللي بتفضل تدور في كل حتة في المكان لحد ما 13 بتخدع أمبرا وبتعمل نفسها استسلمت، وبتشغل نور بيضرب في عينيها وبتهجم على أمبرا وبيدخلوا في معركة، لكن في كل مرة بتقرب أمبرا إنها تخلص على 13 مش بتقدر، و13 بتقدر إنها تخلص نفسها، والمعركة بتستمر لوقت طويل لحد ما بتضرب 13 أمبرا ضربة قوية جدا بتوقعها، لكن أمبرا بتقوم بسرعة وبترجع تهجم على 13 اللي بتكون أقوى منها، بس بعد ضرب كتير من الناحيتين بتقدر أمبرا إنها تغرس سلاح في كتف 13 اللي بتتعصب زيادة وبتغرس سلاح برضه في كتف أمبرا، وبيشيلوا هما الاتنين السلاح وبيكملوا ضرب في بعض، وأمبرا بتقول ل 13 هي ليه عملت كده وليه كل الضرب والقتل ده، لكنها بتقول لها إنها ما تعرفش، وبيكون في قنبلة متعلقة في 13 وخلاص هتنفجر، لكنها بتقدر تشيلها على آخر لحظة وبتحدفها ناحية أمبرا، والقنبلة بتعمل انفجار ضخم جدا. بعدها بتقول 13 لأمبرا هي ليه الأمور وصلت لكل ده، فقالت لها إن هو ده العالم، وفجأة بتقوم أمبرا بتوقع 13 وبيجي هاندلر وبيقول لها خلصي عليها، لكن بنشوف إن أمبرا ترددت في قتل 13 وكمان ضربت سكينة في هاندلر، لكنه قدر يضرب عليها رصاص وقامت 13 وقتلت هاندلر وجريت ناحية أمبرا عشان تديها الأنبول اللي بيحميهم من الموت، لكن أمبرا رفضت إنها تحقنها، وفي الوقت ده أمبرا قالت ل 13 أنت كنتي عايزة تعرفي اسمك، وبتقول لها إن اسمها نومي، وبيتضح إن أمبرا زمان كانت في مهمة وإن أم نومي اتقتلت وهي صعبت عليها وخدتها ربتها، وده الحلم اللي كان كل شوية يجي ل 13، وكل ده لأن الجماعة بتمنع أي واحدة إنها تكون أم، وعشان كده أمبرا طول الوقت كانت بتتعاطف مع أي طفل، وبتقوم نومي وبتحقن نفسها بالأنبولة عشان ما تموتش، وبتروح بعد كده نومي تدفن مونجي جنب مامته، لكن في الوقت ده بيجيلها عميلة جديدة من الظلال عشان تخلص عليها واللي بتكون عارفاها وبتكرهها من زمان، وبيكون معاها 2 تانيين وبتوجه السلاح ناحيتها، لكن بيجي واحد يقول إنه جاي يعادل الأمور وبيخلص على الرجالة اللي معاها وبيكون هيخلص عليها هي كمان قبل ما تقتل نومي، لكن العميلة بتقرر إنها تهرب وتلاحقهم بعدين، وبيتضح إن العميل ده اسمه براي وده كان معلم أمبرا، وبيقول لنومي إن دي بس البداية ومحدش هيسيبك وهتكوني لوحدك هدف سهل وهيقتلوكي، وبيعرض عليها إنهم يتحدوا مع بعض في مواجهة الظلال، وهي بتوافق وبتحط إيدها في إيده، وبس بيخلص فيلمنا على كده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا الأفلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.